قرارات صعبة. قرار فض الاعتصامات لم يكن قرارا سهلا. احنا حكومة جاية علشان تمهد لحياة ديمقراطية سليمة، ومن أول مظاهر الديمقراطية السليمة هو الاعتراف بحقوق الأفراد في التعبير بكل مظاهر التعبير، بالكلام، بالكتابة، بالحديث، بخروج في مظاهرات سلمية. ولكن في كل دول العالم هذه الحقوق بتحترم، بتصان، ولكن بشرط عدم إقلاق الآخرين، عدم الإضرار بهم. ومن هنا فلا يوجد حقوق دون أن توجد سلطة للدولة. سلطة الدولة والحقوق هما التعبير عن معنى دولة القانون. يعني ايه دولة القانون؟ دولة القانون يعني هناك حقوق ينبغي احترامها، ومن يخالفها توجد سلطة لضمان هذا الاحترام ومنع الاعتداء على حقوق الآخرين. طبيعة الأحوال لما وجدنا الأمور وصلت درجة لا يمكن تقبلها أي دولة تحترم نفسها وتحترم مواطنيها، فكان بدأنا بإعطاء الفرص لعدد من المحاولات، بعضها من أصحاب النوايا الطيبة في الداخل، بعضها من الوسطاء في الخارج، لإعطاء فرصة للمصالحة. بس لازم نعرف المصالحة معناها إيه. المصالحة هو حديث عن المستقبل. ما هو المستقبل الذي نريده ولازم نشترك فيه جميعا؟ مصالحة كيف نحقق حياة ديمقراطية سليمة، كيف نضمن الانتخابات القادمة تكون انتخابات نزيهة، كيف نضمن أنه تتمتع بأكبر قدر من الرقابة والشفافية، كيف نضمن أنه النظام القانوني اللي جاي بيحمي حقوق الكافة. لكن لما نرى أنه